تعال أقول لك إزاي تحسب صافي الوقت والساعات الإضافي بالساعة للموظفين. أول حاجة هنحدد النطاق اللي هنحسب فيه صافي الوقت والساعات الإضافي للموظفين، واضغط على كنترول واحد هيظهر لي معايا التاب دي، أضغط على كاستم ومن كاستم أختار التايم يبقى بالصيغة دي. أوكي. أول حاجة إحنا محتاجين نحسب صافي الوقت اللي الموظف اشتغله، هنقول يساوي بصمة الخروج ناقص بصمة الدخول وأدوس انتر وابتدي أسحبها دروب أند دراج على باقي الجدول بتاعي. كده احنا جبنا صافي الساعات اللي الموظف اشتغلها. طيب دلوقتي محتاجين نعرف ساعات الوقت الإضافي اللي الموظف اشتغلها. هنكتب يساوي ونستخدم دالة ماكس وافتح كمان قوس واعلم على ساعات الخروج ناقص ساعات الدخول ونقفل القوس ناقص دالة تايم. في الساعات هكتب 8 اللي هي عدد ساعات الشيفت بتاعي، كوما ادوس صفر، كوما صفر ونقفل القوس وادوس كوما صفر واقفل القوس انتر ودروب عند دراج من هنا. هنلاقيه يحدد الايام اللي فيها وقت الاضافي، ولو حبينا نغير ساعات الخروج للموظف عشان نحسب الوقت الاضافي ليه بالشكل ده مثلا كده، نيجي على اليوم ده كده ونكتب مثلا 18 اللي هي الساعة 6، هنلاقيه انه حسب وقت اضافي للموظف ده في اليوم ده. وبالشكل ده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك علشان يوصلك كل جديد.